هو ليه الواحدة تبيع نفسها؟ ومش للشيطان، لا، للبني آدمين. لما نسمع عن واحدة بتحب على جوزها وتوصل درجة الحب ده إن هي توصل لعلاقة غير أخلاقية، علاقة محرمة. طيب هي ليه كده عملت؟ طب هي السبب؟ طب جوزها السبب؟ طب تعالوا نفرض إن جوزها راجل مقتدر وبيصرف عليها وقايم بواجباته كاملة، مش منقصها حاجة. ليه تعمل كده هي؟ ليه؟ علشان خاطر هي عايزة كده، مش عشان خاطر موضوع انه ما بيهتمش وما بيسألش وما بيقدرش. لا 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 لا، مفيش واحدة تعمل كده. الرجالة كتير وبتيجي تعبانة من شغلها وستاتها مقدرين تعبهم وما بيعملوش أي حاجة غلط، وبيدعوا لهم وبيساعدوهم إن هم يقدروا على شغلهم. إنما اللي تعمل كده بتبقى هي عايزة كده. الكلام ده أنا بقوله قبل ما نبدأ قصتنا النهاردة علشان خاطر كل واحد يعرف الغلط فين. الغلط عند الست في النقطة دي. في بنات كتير وستات كتير بيبقوا محتاجين فلوس، محتاجين حد يخلي باله منهم، بيتعبوا وبيشوا وما بيعملوش الكلام ده. الغدر والخيانة في كلام حقيقي. كل اللي مطلوب من حضرتك انك تستفاد من الفيديو وتفيد الناس اللي ما سمعوش. ولو اول مرة تشوفنا اشترك في القناة واعمل لنا لايك وتعليق جميل من حضرتك. بسم الله نبدأ. بداية قصتنا لما البنت فتحت لايف لأول مرة وكانت بتتكلم كلام بارتجال، مش عارفة تعمل ايه، وبعدين ما لقيتش فيه دعم ولا حد بيعبرها غير ان حد يبص على الفيديو ويمشي كده على طول. قررت تعمل اللي ما حدش عمله. قررت انها تلبس ملابس خادشة للحياء وترقص وتعمل افعال حسب الطلب. كل ده وجوزها مش موجود ومش واخد باله، ما يعرفش. راجل ملوش في السوشيال ميديا ولا في الكلام ده كله. ولما يتفاجئ في يوم بالناس بيقولوا له شوف مراتك بتعمل ايه، ويروح يعاتبها ويضربها على كده، تعمل فيه اللي مش متوقع. الست القادرة تخلي جوزها جاي من شغله وتحط له مهدئات في الأكل علشان جسمه يتهد، وتحاول تعمل معاه علاقة شرعية لأنه جوزها، وتصور اللحظات اللي بتظهر إن هو ضعيف ومبيقدرش يعمل حاجة، ومن الآخر كده هو مش راجل، وتشتكي. بصوا يا جماعة، الراجل ما بيعرفش، الراجل مش قادر، وما خفي كان أعظم. إن هي حاطة له مهدئات تريح جسمه وتخليه مش قادر يعمل أي حاجة. ولما قرر ياخد قرار طلاقها، راحت جابت له مجلس عرفي وقالت له إنه هو ما بيعرفش، وإن هي اضطرت تروح للطريق ده من حرمانها منه. افترت على الراجل قدام الناس، أجمعوا إن هي غلطانة وإن هو ملوش حق عندها، وإن هو طالما مش راجل ما يقدرش يلومها على اللي بتعمله. بس مش معنى كده إن اللي عملته صح والراجل طلقها وكانت هو اللي غلطان مش هي. العالم ملهاش غير اللي هي شايفاه. عادي الست طلعت ورقصت على الفيديوهات، محدش لامها، بس لام الراجل انه ضعيف، لام الراجل انه ما بيعرفش، لام الراجل انه مقصر. وده اللي خلى معظم البنات والستات يعملوا العمايل دي، اللي تخون جوزها واللي تطلع ترقص واللي تطلع تبيع نفسها، لدرجة ان في رجالة عارفة ان ستاتهم بتعمل كده وبيساعدوهم. الكلام ده بقى على نطاق واسع بسبب السوشيال ميديا. الدنيا كلها بقت عك في عك. النهاردة في الفيديو ده احنا فتحنا باب الاتجاه ده علشان خاطر الناس كلها تعرف ان الاخطاء بس مش من الراجل، الخطأ الكبير من الستات. لان زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو، الستات هي اللي عايزة كده مش الرجالة. مفيش راجل هيقبل على مراته كده، ولو واحد قبل 1000 لا.
الموضوع الست بتعمل ايه وبتعمل ايه عشان تقنع جوزها يرضى بكده. اساليبهم كتيرة، فلازم نخلي بالنا ونوعي نفسنا ونوعي الناس من اللي بيحصل. محدش يبص على الفيديوهات الخادشة وابعدوا أولادكم وأهلكم عنها. وفي نهاية الفيديو لو أنت عندك قصة عايز تبعتها لنا أهلا وسهلا بحضرتك، بس لازم تكون قصة حقيقية، ما تكونش متفبركة أو من حد. ولو أول مرة تشوف فيديوهاتنا في كلام حقيقي، دوس لايك واشتراك واكتب لنا تعليق من عندك. وآخر كلامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.